اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن اول مشروع من المشاريع اللي موجوده حاليا في زايد الجديده، نايا ويست لشركه جوبيرا او نايا ديفلوبمنت. حاليا الشركه عندها مشروع نايا بي في الساحل الشمالي، خدت قطعه ارض على مساحه 140 فدان قبل مشروع ذا ستيتس لشركه صادق بعد البوابات على طول. المشروع مبني بس على 16%. حاليا المفتوح بس هي الفيلل ما بين تاون هاوسز وتوين وستاند الون فيلا باسعار بتبدا من 6 مليون 500 واقساط على 9 سنين. اوبورتيونيتي قويه جدا. لو محتاجين تفاصيل اكتر عن مشروع نايا ويست تقدروا تكلموني على الرقم اللي ظاهر قدامكم على الشاشه. يلا بينا نبدا بالسي في. نايا ديفلوبمنت عندها توب بروجكت، عندها نايا بي في الساحل الشمالي في خليج راس الحكمه، واوريدي بدات انشاءات فيه وهتسلم العملاء في خلال من سنه ونص لسنتين. وكمان عندها قطعه الارض اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي نايا ويست على مساحه 140 فدان قبل مشروع ذا ستيت. الشركه اوريدي بدات انشاءات في مشروع الساحل في وقت كل المطورين اللي هناك بتسلم فيه خلال 4 سنين. الشركه عباره عن مجموعه مستثمرين مصريين وكمان عرب. بالنسبه للوكيشن احنا دايركت على طريق مصر اسكندريه الصحراوي بعد البوابات بحوالي 500 متر. بعدنا مشروع ذا ستيتس بنتكلم فيه 7 دقائق للمحور، 7 دقائق لمول العرب، حوالي 10 دقائق لمول جاليريا وكمان هايبر 1. بالنسبه للديزاين مشروع على مساحه 140 فدان اللي عامل ماستر بلان RMC مهندس رأفت ميلر، ده اللي عامل اوريدي اكتر مرحله في مفيدا واب تاون كايرو وكمان مراسي، اللي عامل ايتابا في الشيخ زايد، عامل ايست تاون لشركه صادق. الماستر بلان محترمه جدا. المشروع الفوت برنت بتاعته بس حوالي 16%، متقسم ما بين 70 فدان فيلل و70 فدان شقق. بالنسبه للفاسيلتيز اولا عندي منطقه كوميرشال كامله على طريق مصر اسكندريه وكمان فيها مكاتب اداريه، 2 كلاب هاوسز، كلاب هاوس لمرحله الشقق وكلاب هاوس لمرحله الفيلل. عندي كيدز اريا، عندي انترناشونال سكول، عندي سويمنج بول متوزعه على المشروع كله، ووتر فيتشر وكمان مساحات جرينري محترمه. وزي ما انا قلت ان احنا الفوت برنت بتاعنا 16% بس. بالنسبه للمساحات والاسعار والبيمنت بلان، اولا عندي التاون هاوسز مساحتها بتبدا من 195 متر ودي سعرها بيبدا من 6 مليون 500. عندي التاون هاوسز مساحات بتبدا من 225 متر ودي سعرها بيبدا من 8 مليون جنيه. عندي ستاند الون مساحات بتبدا من 385 متر ودي سعرها بيبدا من 16 مليون جنيه. البيمنت بلان احنا بندفع 10% مقدم والباقي صوت على 9 سنين، والاستلام بيكون كورانشال. لكن الفيلا الستاند الون بتسلم الجاردن بتسلم مزروعه بالبوب. الاستلام بيكون في خلال 3 سنين ونص والبيمنت على 9 سنين. مشروع ممتاز جدا. الفوت برنت بتاعته 16%. الشركه معاها قرار وزاري واوريدي بدات تمهد الارض. لو محتاجين تفاصيل اكتر عن مشروع نايا ويست او اي مشروع من المشاريع اللي موجوده في مدينه زايد الجديده او نيو زايد تقدروا تكلموني على الرقم اللي ظاهر قدامكم على الشاشه. اتشرفت بيكم.